تعالوا نفتح مع بعض طلبية العيد من شي إن. أول قطعة عنا هي فستان طالب فوق العيد. شوفوا لي بس ما أحلى، طل أحلى من هيك. لازم كلكم تطلبوه للعيد لأنه عن جد بجنن. القطعة اللي بعدها هي كمان فستان وطالبتها للعيد. شوفوا لي يا بنات هذا الفستان بطير العقل، لونه بجنن محتشم والوانه ربيعيه، يعني جدا مناسب للعيد. هذا القميص صراحه وقت شفته كتير ضحكني، له قصه، اذا حابين تعرفوها اكتبوا لي بالتعليقات. هذا الفستان كان كتير ترند على التيك توك، وكل ما اجيت لاطلبه كان يكون سولد اوت، وهالمره لقيت قياسي. بجنن بجنن بجنن. لسه على اللبس انا متاكده رح يكون بطير العقل. هذا قميص ابيض اشتريته تحت الفساتين او التنانير. مشكلته شوي بخايل، بس عادي باللبس شي تحته، بس يعني هيك قميص عادي باللبس كل يوم. كتير بحب القمصان اللي بيكونوا تمامهم هيك او إلهم موديل على الكم. طيب هي شو؟ هي عباية صراحة كتير كنت خايفانة اطلبها، لانه بالذات هذا القماش دائما بيكون قماشته مو حلوة على الحقيقة. اللي هي عيبها انه بتخايل، بس اذا لبسنا تحت الشي بظن رح تطلع كتير حلوة. شوفوا الكم تبعها ما احلى، كنت شايفتها من زمان وخايفانة اطلبها، انه القماش هذا بيكون على الطبيعة ما حلو. هلا هو بصراحة ما انه احسن شي بالعالم، بس يعني بتلبس مرة مرتين. هاي القطعة قميص كان بجنن على الصورة، بيجي هيك بالربط من على الخصر، بيناسب كتير التنانير اللي انا بلبسهم، حبيته كتير وقماشته بتجنن. بصراحة هاي القطعة خزلتني. هلا هو الجاكيت كتير حلو، بس فكرته جينز وهو طلع مخمل، يمكن ما بعرف شو هذا القماش، يعني ما بعرف اذا حخليه او رح ارجعه، بس هو حلو نوعا ما. اللي بعده هذا شو هذا؟ ايه تذكرته، هذا طقم ابيض بيجي تنورة ومعه كنزة. شوفوا التنورة تبعه بتجي هيك فلو من تحت، بخايل بخايل شوي، بده يلبس تحته شيء اجباري. هي الكنزة تبعه، طبعا كله مع الكوي واللبس بيتغير، يعني ما حيبقى